مناورات عسكرية بين المغرب وفرنسا قرب الحدود مع الجزائر. ما دلالاتها؟ في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا حادا، تستعد القوات المغربية والفرنسية لإجراء تمرين عسكري قرب حدود الجزائر، وهو الثاني من نوعه. وكشفت وثيقة عسكرية مسربة أن التمرين العسكري تحت اسم شرقي 2025 سيجري قبالة الحدود الغربية الجنوبية الجزائرية بشار ابتداء من 22 من سبتمبر القادم. وحسب ما جاء في هذه الوثيقة، فقد تم التخطيط الأولي للتمرين خلال اجتماع انعقد بمقر تفتيش القوات الفرنسية بسلا يوم 22 و 23 ماي، حيث يهدف إلى تنسيق الموارد البشرية والمعدات بين الجانبين، علما أن تاريخ المراسلة يرجع إلى 25 ماي 2024. ويضاف إلى ذلك تحديد موعد مبدئي للتمرين اعتبارا من 22 من سبتمبر 2025، وكذا تحديد المنطقة المخصصة للتدريبات في كل من مركز تكوين المدفعية رحمة الله وأفرده بإقليم الرشيدية على بعد أقل من 100 كيلومتر من بشار. وجهت الجزائر تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة الفرنسية بشأن مشروع المناورات العسكرية التي تعتزم القيام بها بالاشتراك مع المغرب قرب الحدود الجزائرية. وأكد بيان للخارجية الجزائرية أن الأمين العام للخارجية الوناس مقرمان استقبل يوم الخميس السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لإبلاغه رسالة إلى سلطات بلاده.